كنت غلطانة، كنت متصورة إن الإنسان الصح هو الإنسان اللي مشغول إن هو يزكي نفسه وفقط، وملوش دعوة باللي حواليه. كل واحد عنده عقل في راسه ومسؤول عن نفسه. لحد ما قريت في قصة أصحاب السبت اللي إحنا اتكلمنا فيها في الفيديو اللي فات، ولقيت إن هما مش كلهم كانوا عصاة، هما كانوا 3 فئات. أول فئة هي الفئة اللي خلفت والتفت على أوامر ربنا. الفئة التانية الفئة الداعية، الفئة اللي قالت لهم حرام اللي انتوا بتعملوه وكانت بتنهاهم عنه. أما الفئة التالتة بقى فكانت الفئة المثبطة. يعني إيه؟ يعني كانت بتقول للفئة الداعية سيبوهم في اللي هم بيعملوه، ولكن كانت الفئة الداعية بتصر وبتقول إن هم كانوا بيدعوهم لعلهم يستجيبوا. وكمان كان من ضمن الأسباب إن هم لما يقفوا قدام ربنا ويسألوا يقولوا دعوناهم يا رب. طيب إيه اللي حصل للفئات الثلاثة دول؟ اللي حصل للفئة الأولانية اللي خلفت والتفت هي إن ربنا أخذهم بالعذاب في الدنيا والآخرة. أما الفئة الداعية فهي الفئة اللي نجت من عذاب ربنا، والفئة الثالثة الفئة المثبطة فهي لم يذكر فيها هل هي نجت أم عذبت. النقطة المهمة اللي عايزة أكد عليها إن إنكار المنكر مهم، إن النصيحة كمان مهمة. الآية اللي كلنا أو معظمنا عارفينها كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني من أسباب الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا، دورك مش بس إنك تؤمر نفسك بالمعروف وتنهي عن المنكر، دورك كمان إنك تنصح اللي حواليك، تتخير أحسن الكلمات وتنصحهم وتكون ليهم معين. وبس كده، أعاننا الله وإياكم.